شلون أحصل الأمان دائما دائما؟ من خلال هذا القول اللي قايل النبي صلى الله عليه وآله، أنا أبدي أطبقه بكل حياتي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الصاعقة لا تصيب ذاكر الله. اللي دائما في ذكر الله الصاعقة ما تصيبه. هسه بصورة عامة دائما خليني في ذكر الله حتى ما يصيبني أي مكروه ما يصيبني. وكذلك أكو رواية إنه هاي العثرة البسيطة، إن شاء الله في اليوم أسوي لها حلقة مستقلة وحدها. العثرة هاي البسيطة إذا جاي أمشي وعثرت، التوت رجلي أجلكم الله، التوت رجلي وعثرت، هاي العثرة يقول الإمام إلا بذنب، لو ما ذنب ما عثرت هاي العثرة. إذن أستخلص من هاي الروايات، من هذا الكلام، أنه إذا صرت دائما في ذكر الله، الله عز وجل يبعد عني المكروه، الله يبعد عنكم المكروه إن شاء الله. الكلام جبناه من كتاب مكارم الأخلاق الباب العاشر في الأدعية صفحة 229 في التكبير وغير ذلك. دمتم بخير وفي أمان الله.